بص، خلينا نكون صراحة مع بعض إن كلنا كشعب مصر كنا متوقعين السيناريو ده، متوقعين إن إحنا هنخسر من الأردن، وده كان شيء أكيد يعني ومتوقع. ومتوقعين إن الإمارات كانت هتكسب الكويت وتصعد على منتخب الكويت. كل الشعب المصري كان متوقع كده. بس اللي مش كنا متوقعينه إيه بقى؟ إن أنت تخسر من 11 لعيب متغير في تشكيلة منتخب الأردن. أنت متخيل إحنا وصلنا لإيه؟ إن إحنا بنخسر من بدلاء الأردن 11 لعيب متغيرين بما فيهم حارس المرمى، عشان خاطر تبلع 3 النهاردة مع الرأفة. إحنا وصلنا لمرحلة صعبة. أنت بتبلع 3 من الأردن مع الرأفة بالبدلة بتوع الأردن. يعني أنا بس عايز أتخيل وعايزكم تتخيلوا معايا. هو إحنا لو كنا لعبنا المنتخب الأساسي بتاع الأردن كنا هنشيل كام؟ كنا ممكن نشيل 6 زي قبل كده مع غانا مثلا، ولا كنا هنشيل ايه؟ كنا هنروح بفضيحة اكتر من كده ايه؟ يعني انت فضيحتك ان انت لا عندك لعيبة تقدمها، ولا عندك مستوى فني تقدمه، ولا عندك تكتيك تقدمه، ولا عندك اي حاجة. انت ما قدمتش اي حاجة في البطولة دي، ولا استفدت اي حاجة من البطولة دي غير الفلوس اللي انت رايح عشانها. هو ده الغرض من البطولة اللي انت رايح عشانه. كابتن حلمي طولان طبعا طلع في المؤتمر الصحفي ولبس كله العمم وايه، ونزل ضرب في الجميع. قال لك انا في 7 لعيب انا من القوام الاساسي بتاع المنتخب بتاعي اللي انا كنت مختارهم وشغال عليهم الفتره اللي فاتت كلها، ما راحوش معايا بسبب ان في شخص ما رضيش ان هو يوقف الدوري. طبعا كلنا عارفين مين الشخص ده، وعارفين ان هو بيلقى على احمد دياب ان هو ما اجلش ماتشات بيراميدز عشان ياخد بقيه اللعيبه اللي هو المفروض ان هو مختارها. يا كابتن حلمي، مش وقت اعذار، وقت حجج، الله يصلح حالك. لما انت شفت الوضع كده ما اعتذرتش ليه؟ مش قلت لهم ليه انا مش رايح البطوله؟ وخليهم بقى يخبطوا في بعض، وخليهم يدوروا على مدير فني، يا اما بقى مجبر ان هو يوقف لك الدوري. اي حاجه. انت جاي تقدم لنا الاعذار دي دلوقتي ليه؟ هنعمل بيها ايه؟ هو انت مش طلعت بعد الماتش اللي فات بتاع الامارات بعد ما تعادلت وقلت احنا هنصعد للدور الجاي، واحنا هنكسب منتخب الاردن ونصعد على حسابه؟ ما شفناش حاجه يعني. هو انت كده لما غيرت لي التشكيل بتاع الفرقه ونزلت لي اللعيبه البدله، هل كده انت قدمت لي كوره مختلفه مثلا؟ ما هي نفس الزفت، وهو نفس الاداء، وهو نفس اللعيبه، لان هم كلهم امكانياتهم واحده. ومفيش حد فيهم هيقدم لك حاجه جديده عن التاني. كلهم شبه بعض. انت واخد لعيبه كلها شبه بعض. مفيش حد فيهم مميز. ما شفتكش بتقدم لنا لعيب مثلا جديد على وجوه الناس محدش شافه قبل كده. ما شفناش الكلام ده. كلها لعيبه كلنا عارفينها، وكل مصر عارفاها، وكل مصر عارفه اداها عامل ازاي، وعارفه ان هي لعيبه خلاص شطبت ولعيبه تعبانه. انت واخدهم تعمل بيهم ايه في بطولة العرب؟ احنا عايزين نسأل حضرتك، انت اللعيبه دي واخدها تعمل بيها ايه؟ طب هل مثلا انت قدمت حاجه مع اللعيبه دي؟ قدمت مثلا شكل في الملعب؟ قدمت حاجه؟ ده احنا منتخب الاردن كان بيمزج علينا. اللعيبه بتاعت الاردن كانت بتلعب علينا لعب. انا ما اعرفش. انا تقريبا لو واخدين اي فرقه من الدوري هتلعب احسن من المنتخب اللي احنا رايحين بيه ده. احنا وصلنا لمرحله صعبه، واحنا دايرة وعمالة تلف ما بتتغيرش. هم نفس الناس، هي نفس الأشخاص اللي بتدير الكرة المصرية. مفيش حد بيتغير، مفيش حد جديد، مفيش حاجة جديدة بتتقدم. انت من 2010 وانت واقف مكانك ما اتحركتش. بقالك 15 سنة عمال تعافر مش عارف تحقق بطولة، لأن مفيش تخطيط، مفيش أي حاجة، مفيش هدف شغال عليه عشان توصل له. شغالين بالبركة، شغالين بالمجاملات. عمالين نجيب ناس كل دورها في الحياة ان هو كان لعيب كورة، هو اللي يدير وهو اللي يمسك وهو اللي يبقى مسؤول عن الإدارة الفنية، هو مسؤول عن التدريب، هو مسؤول معرفش عن ايه. ركننا موضوع العلم، ركننا موضوع التطور، ركننا كل حاجة على جنب. وبقى كل الهدف ان انا امسك واحد كان لعيب كورة قبل كده، لعيب سابق، نجم كبير، كان بيلعب في منتخب مصر، كان بيلعب اهلي او زمالك، ودايرة عمالين نلف فيها ما بنطلعش منها. ومش هنطلع منها طول ما الناس دي موجودة. كل ما ده عايز يجامل ده. أحمد حسن وعصام الحضري مقضيينها هزار، ومقضيينها سف على الكابتن حسام. وكابتن عصام الحضري يقول لك هو ده العميد الحقيقي.
اللي قاعد جنبي مفيش عميد تاني. ايه يا جدعان ده؟ ايه شغل العيال الصغيرة وايه القرف اللي احنا عايشين فيه ده؟ هو احنا ليه وصلنا للمرحلة دي؟ انت متخيل يا مسلم ان احنا لعبنا 8 بطولات افريقيا مش عارف تحقق منها ولا بطولة؟ وانت اصلا اكتر منتخب واخد افريقيا في افريقيا. انت عايز ايه تاني اكتر من كده؟ 15 سنة من ساعة بطولة 2010 وانت مش عارف تعمل حاجة. الله يمسيه بالخير الكابتن حسام حسن، من وقتها وانت واقف مكانك. انت واقف مكانك ما بتتحركش. انت وقت ما بتجيب مدرب كويس انت بتطفشه بنفسك. كارلوس كيروش ده يمشي ليه؟ الراجل اللي كان بيطور لك في الكورة في مصر، كان بيكتشف لك لعيبة جديدة زي ما اتكلمنا قبل كده. ميكالي بتاع المنتخب الأولمبي ده مشي ليه من مصر؟ انت اي مدرب كويس او اي حد جاي يشتغل صح انت بتطفشه، لان انت مش عايز كده. انت مش عايز تشتغل صح، انت عايز تفضل كده، مش عايز تحقق حاجة. هل انت بتشرف مثلا على الاكاديميات بتاعت الكورة في مصر؟ الناس اللي بتفتح اكاديميات تطوير واكاديميات للعيال الصغيرة اللي لسه مفروض بتتأسس وبتعرف اساسيات الكورة وكل الكلام ده، هل انت بتشرف عليها؟ هل الناس دي معاها تصريح مثلا او معاها حاجة منك عشان خاطر تفتح الأكاديمية وتدرب اللعيبة دي اللي هم لسه صغيرة، اللي هو لسه أصلا لعيب بيتأسس من الصفر؟ هل في ناس مسؤولة عن الكلام ده؟ ما هو مش مستحيل يا جدعان، مستحيل يكون احنا بنشرف عن الأكاديميات والناس اللي بتطلع العيال الصغيرة دي يكون عندنا المنظر كده في الكورة في مصر. يكون عندنا لعيبة أصلا ما عندهاش أساسيات الكورة. أنت عندك لعيبة ما بتعرفش تباص ولا تستلم، ده كارثة. انا نفسي اعرف الاحصائيه بس بتاعت الميس باص اللي عملها لعيبه منتخب مصر في الماتش بتاع الاردن. هتلاقيها كارثه. كارثه. انت بتعمل كميه ميس باص في الماتش. انا ما اعرفش اللعيبه دي بتلعب كوره ازاي والله. اقسم بالله الكوره في مصر عندنا رايحه في داهيه. احنا مش عايزين نطور من نفسنا، مش عايزين نطور الكوره. هنا بريده ده يا جدعان. هو انا كفايه عليا ان الراجل ده عنده علاقات دوليه وعنده علاقات في افريقيا وعنده علاقات معرفش فين؟ يا عم انا مش بستفاد منك في الحاجات دي ليه؟ انا بستفاد ايه من العلاقات بتاعتك؟ هل انت مثلا بتطور لي في الكوره؟ انت ما بتطورليش في حاجه. ما بتطورليش في حاجه نهائي. الراجل ده من ساعه ما قعد على الكرسي احنا مش شفنا اي حاجه جديده في الكره المصريه. هي نفس المشاكل، هي نفس الزفت، هو نفس القرف اللي بنشوفه على مدار سنين فاتت. مفيش حاجة جديدة، مفيش حاجة بتتطور، مفيش حاجة بتتقدم، مفيش خطة مثلا حاطينها ماشيين عليها، مفيش هدف احنا عايزين نوصل له. عشان كده احنا لسه مكاننا ما بنتحركش، ومش هنتحرك طول ما الناس دي موجودة، طول ما المجاملات شغالة، طول ما الناس اللي متعلمة والفاهمة في المجال ده مركونة وما ما بتدخلش المنظومة. احنا رايحين البطولة من غير محلل أداء. احنا رايحين بالفهلوة. عارف الفهلوة؟ احنا شاطرين فيها فبنحبها، فاحنا رايحين بيها هناك قطر عشان خاطر نروح نقدم القرف اللي احنا شفناه ده ونرجع زي السلام عليكم. حاجة تقرف وحاجة مستفزة اقسم بالله. معرفش هنفضل في القرف ده لعند امتى. معرفش الكرة المصرية هتفضل كده لعند امتى. احنا وصلنا لمرحلة مع احترامي لكل الناس مش عارفين نكسب لا الكويت ولا الامارات، وبنخسر من الاردن 3-0 بالبودلة بتاعت الاردن. يعني انا عايزك تحط تحتها 100 خط. والله صحيح، ما هو وزير الشباب والرياضة طالع يقول لك احنا رايحين البطولة دي عشان خاطر بس نساعد اخواننا العرب. لما ده يبقى تصريح وزير الشباب والرياضة بتاعك، انت مستني تاخد ايه من الكرة في مصر؟ اكيد ولا حاجة. اشوفكم على خير، وربنا يعدي بقى الفترة الصعبة دي على منتخب مصر على خير، ونشوف المنتخب الاول هيعمل ايه هو كمان في افريقيا عشان تبقى كملت. يبقى لا منتخب أول ولا منتخب تاني ولا أولمبي ولا ناشئين، يبقى كله على الله. أشوفكم على خير. السلام عليكم.